السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء السعادة، يا مساء الخيرات، أهلا بكم حبايبي طلاب أولى ثانوي وبحصة جديدة ودرس جديد. وكالعادة وقبل كل شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة حبايبي هنتكلم على حاجة اسمها décrire le physique d'une personne. يعني إيه؟ قال لي يعني الوصف الشكل، وصف الشكل للبني ادمين، تمام، لشخص ما. يبقى لما نيجي نسال عن وصف اي حد بنستخدم كومون كأداة استفهام، لأن الكومون بتسأل عن الحال والاسم والصفة والشكل وسائل المواصلات. بعد كده بنقول الحديث عن وصف أي شخص يجب الحديث من العام إلى الخاص. هناخد النهارده يعني ممكن نقول 10 عناصر بنستخدمهم في الوصف. طيب العنصر الأولاني قال يا مسيو لو جانر. يعني إيه لو جانر؟ يعني النوع، نوع البني آدم اللي أنا بوصفه. ممكن نوصف برضو البني آدم من حيث المرحلة العمرية، زي الاخ الصغنون ده لما تيجي نوصفه قال لي خلي بالك لما تيجي توصفه هتقول لي ايه؟ هتقول لي سيتان او سيتان ادو. خلي بالك ادو. قال لي يعني ايه ادو؟ ادو معناها بالعربي مراهق. ممكن نستخدم مع كلمه طيب وين فعل اتر وفعل افوار. ايه الفرق؟ قال لي بص عشان بتيجي في الاختيار. لو انا دلوقتي طولي متوسط هقول ايه؟ هقول جو سوي. خلي بالك من الحته دي، بقول له جو سوي انا اكون، لازم اجيب حرف الجر دو بقى، فبقول له جو سوي دو طي مويان. ميكوبين صديقاتي جمع مؤنث، يبقى برضو محتاج لصفة بتنتهي بالاو اس تبقى جراند. ميزيو سون عيوني تكون. طب ما احنا قلنا ان العينين جمع مذكر. قال لي يبقى الصفة ايه؟ قال لي مارون. ليه؟ ما هو الأربعة مفرد. قال لي ماشي، ما هي مارون صفة شاذة لا تجمع ولا تؤنث. اشوفك الحصة اللي جاية على خير في حصة جديدة ودرس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.